جيب له خاشوقة مال شاي صغيرونه وغطها بنجم نايترون وجيبها للأرض. أكبر بواخر الأرض ما تقدر تشيل هاي الخاشوقة، بل إنه حتى لو وزنتها راح يكون وزنها بوزن جبل إيفرست كله. بس تعال أسولف لك شنو هاي. شوف حبي، كلنا نعرف النجوم لما تموت تتحول إلى ثقوب سوداء، بس قبل لا تتحول بشوية تتحول إلى نجم نايتروني. وتعال خل أعطيك سوالف هذا النجم النايتروني. نصف قطر النجوم النيترونية يصل إلى 10 كيلومتر فقط أو أكثر بشوية، ويفتر حول نفسه 11 مرة بالثانية. يعني تخيل تجيب الشمس وتضغطها إلى أن يصير نصف قطرها 10 كيلومترات بس، مع الحفاظ على كثافتها. إذا ما افتهمت تعال أعطيك مثال بسيط. كنا نعرف نجم مارفل السينمائي ثور. ثور عنده مطرقة ما حد يقدر يشيلها غيره. فلك نيل تايسون يقول لو كانت مطرقة ثور فعليا مصنوعة من مادة النجم النيتروني، فإنه لو وزنتها راح يكون وزنها بوزن 300 مليار فيل. فهسه عرفت ليش ما حد يقدر يشيلها غيره؟ اكو نوع من هاي النجوم النيترونية اسمه الماجنتار. هذا عنده القدرة او عنده مجال مغناطيسي قوي جدا لدرجة انه على بعد 1600 كيلومتر يقدر يشوه ذرات جسمك كلها، وعلى بعد 160 ألف كيلومتر يقدر يمحي بيانات أي بطاقة ائتمان تكون بهذا المجال. وأقرب ماجنتار يبعد 9000 سنة ضوئية، موجود بكوكبة كارينا، فهي بعيد علينا والحمد لله والشكر.